السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة صينية غدا تنفع جدا في العزومات. لو عندك عزومة يبقى الوصفة دي هتشرفك قدام حبايبك. اتمنى تتابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا بصلة متوسطة الحجم، خرطتها تخريطة صغيرة، نزلت عليها برشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود. وهبتدي بقى ان انا امسك البصلاية مع الملح والفلفل الاسود ويعني اقلبهم مع بعض كويس جدا، بحيث وانا بقلب كده اضغط على البصلاية عشان تنزل العصارة بتاعتها، تشرب كويس جدا من الملح والفلفل الاسود. تمام كده جاهزة معايا وزي الفل. كنت بقى جايبه، بما اننا بقى معانا عزومه فلازم ندخل فيها اي لحوم. جبت نص كيلو من اللحمه الشرايح، جبته وغسلته وسبته في المصفى صفى ميته خالص، وبعد كده قطعته بالحجم اللي انا عايزاه. وهبتدي ان انا اخد من البصل كده واتبل بيه اللحمه بتاعتي. ممكن كمان نحط سنه جوز الطيب، بتدي طعم حلو قوي. ولو حابين تبشروا البصله ابشروها مفيش مشكله. انا باخد قطعه كده اقلبها في البصل والملح والفلفل بحيث ان هي تشرب من الخلطه دي. وطبعا بعد ما تعملوها بالطريقه دي يا سلام لو سبتوها يعني اقل ما فيها كده نص ساعه تتشرب شويه من الملح والفلفل الاسود والبصل. هنزل كمان بمعلقتين من الخل، عايزه اقول لكم بتساعد في سرعه التسويه وبتخلي اللحمه طريه كده مش ناشفه. حلوه جدا معلقه الخل مع اي لحمه بتبقى حلوه قوي. هبتدي بقى اركنها على جنب، انا ما كانش عندي وقت، سبتها بس لحد ما حضرت البطاطس والطماطم والبصل والفلفل. طبعا كل دول خدوا معايا بتاع 10 دقايق، فكانت ارتاحت شويه في التتبيله. جبت بطاطس، يعني ممكن نقول انا مش حاطه كتير، اقل من كيلو بطاطس، مقشراها ومخرطاها تخريطه مش تخينه ومش رفيعه. وطبعا عندي بصل شرايح او زي ما انتم شايفين، جبت بصلايه كبيره وهاخد تقريبا نص كميه البصل. انا بعمل كده بفرفطهم بس افكهم عن بعض. وهبتدي انزل عليهم برشه ملح ورشه فلفل اسود وكمان رشه جوز الطيب. تبلي البصل عشان لما تيجي تاكلي الوصفه تلاقي البصل طعمه احلى من الوصفه نفسها. وبعد ما هعمل كده هبتدي امسك البصل واقلبه بس على خفيف، مش هضغط عليه، ضغطه بسيطه كده. وبعد كده هنزل معاه بنص كميه، انا مثلا عامله طماطميه كبيره، خدي نص طماطميه وكمان شويه فلفل اخضر، وابداي قلبي كله مع بعض بحيث ان كله يتشرب من نفس التتبيله بتاعتك. عايزه اقول لكم الوصفه دي يا جماعه ريحتها على النار خطيره، تخشي البيت كده تشمي ريحتها بجد، يعني لو مش جعانه هتجوعي. مهم الخطوه دي ان انا اخد البطاطس اقلبها مع البصل كويس قوي اهو زي ما انتم شايفين. وابتدي بقى انزل كمان بالطماطم عشان برضو تاخد معايا من نفس التتبيله. بصوا بقى ده جوز الطيب، كنت جايبه شويه كده، حطيت حبه، بحب طعمها قوي قوي في صينيه البطاطس بالذات، جربوها كده بطعمها حلو قوي. بعد ما طبعا انا بقلب الاول كويس جدا البصل مع البطاطس، ما اقدرش انزل بالطماطم عشان ما تتهراش مني. فبعد ما بقلب كده واتاكد ان هي اتقلبت كويس جدا هكون نازله بقى بالنص الطماطمايه او طماطمايه صغيره متقطعه شرايح رفيعه، مع كمان فلفل حامي او رومي اللي انتوا عايزينه، مفيش مشكله على حسب. نزلت بقى بيهم كده، هقلبهم بس تقليبه بسيطه من غير ما اضغط او اي حاجه. وبعد كده هكون محضره معاكم الاول، بس الاول هفردها كده، هفرد البطاطس. وبعد كده بقى هجيب اللحمه بعد ما تكون اتبلت كده وقعدت تقريبا نص ساعه في التتبيله. وطبعا لو انتوا مش مستعجلين اعملوه من الصبح، يعني اعملوا اللحمه بس من الصبح وسيبوها في التلاجة تشرب اكتر من التتبيله. ببتدي بقى اخد اللحمه بتاعتي كده وافردها على وش الصينيه. عايزه اقول لكم بقى صوص اللحمه مع ان اللحمه بتستوي، الدهون اللي في اللحمه هي ما فيهاش دهون طبعا، بس
يعني طعم اللحمه نفسه بينزل على البطاطس، فبيخلي طعمها في منتهى الجمال بجد. يعني انت هتاكلي البطاطس من طعمتها وتسيبي اللحمه من كتر ما هي حلوه قوي. بفرد بقى اللحمه، وعايزه اقول لكم انا اللحمه دي حطيتها على البطاطس عشان هي شرايح رفيعه. ساعات بتبقى البفتيك ده او اللحمه الشرايح دي بتبقى سميكه، ساعتها بقى حطوها هي اللي من تحت واعملوا بقيه الخطوات عادي من فوقيها. وطبعا البصل اللي مطرح اللحمه ما تسيبوهوش، خديه كده بالخل بقى، بمعلقتين الخل بالملح بالفلفل الاسود، انزلي بيه كده على وش اللحمه بتاعتك، بيدي تيستي عالي قوي. وهنزل بقى بباقي البصلايه بتاعتي وكمان الكام قرن الكام شريحه طماطم. وهتكوني بقى محضره حوالي نص كيلو من الطماطم، عليه معلقه من الصلصه، اضربيهم مع بعض في الخلاط وصفيهم، اهم شيء انك تصفي الطماطم. وبعد كده هتبداي ان انت تهيئي الطماطم نفسها، يعني هتحطي انا كده الملح مظبوط جدا بتاع الصينيه بتاعتي. انا دلوقتي متبله اللحمه وتبلت البطاطس مع البصل والطماطم، اصبح لدينا ايه؟ الطماطم. فعشان الطماطم لو ما فيهاش ملح هتنزل هتعدب لي الوصفه، فانا عايزه كل حاجه تبقى مظبوطه. فالطماطم اللي انا عملتها هاخدها على جنب كده، احط فيها معلقه صغيره مش مليانه من الملح ورشه فلفل اسود، واقلبهم مع بعض كويس جدا. وبكده يكون كل حاجه عندي كامله، كل حاجه واخده الملح بتاعها، فهتطلع معاكي صينيه بطاطس بجد تحفه حلوه قوي وملحها مظبوط وطعمها في منتهى الجمال. اديها بس يعني رجها كده بحيث ان هي تنزل تحت اللحمه، متبقاش كلها من فوق. وطبعا عندك صينيه اكبر هتغطيه بصينيه اكبر، ما عندكيش اكتميها بورقه فويل عشان تستوي معاكي بسرعه. وانا سويتها من فوق ما دخلتهاش الفرن ولا حاجه. قرب بقى ما تيجي تستوي خلاص هي كده استوت، تقدري تحطي على وشها معلقه زيت او معلقه سمنه على حسب المتوفر واللي انتي بتحبي طعمه في الوصفه بتاعتك. وبعد كده دخليه في الفرن او ارفعي بقى الفويل عنه وسيبيه ينشف على البوتاجاز من فوق. انا كله عملته من فوق ما دخلتش الفرن نهائي. لما تيجي بقى ترفعي كده بالراحه كده، خلي بالك عشان بيطلع بخار سخن جدا، فافتحي واحده واحده. طبعا جسيت البطاطس، لقيت البطاطس ما شاء الله استوت قوي، واللحمه برضو استوت. اللحمه اصلا شرايح وشرايح رفيعه فما خدتش وقت خالص، وبكده هي خلاص جاهزه معايا اهي، شايفين في منتهى الجمال. وعايزه اقول لكم كمان كنت ممكن فرمتوا فصين من الثوم وحطيتوها معاهم، بس انا الصراحه نسيت، ورغما عن هذا يعني طلع طعمها في منتهى الجمال. دي كده معلقتين من السمنه بنزل بيهم على الوش عشان بقى لما تنشف يبقى طعمها في منتهى الجمال، والاقدام كده بتاع السمنه باين على الوش. خلصت وصفتي النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. لو عندكم شوايه بقى نزلوها تحت الشوايه وكلوا احلى صينيه بطاطس بالبفتيك حلوه قوي في العزومات جنب رز بالشعريه بجد تحفه. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.